شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الأرزاق بيد الله، ورانا نخاف على أرزاقنا. بعضنا مسكين رزقك مكتوب قبل أن تخرج من بطن أمك، مكتوب رزقك وحياتك وموتك، ما الذي سيكون لك وما الذي عليك. ليش الخوف على الرزق؟ والله لو يركض الإنسان فيها ركض الوحوش لن يأخذ منها إلا ما كتب الله له. والله إن الضعيف اللي ما له أحد يسنده في الدنيا لو كتب الله له جبال الدنيا رزقا جاءته، ولو اجتمع الناس مع رجل حتى يأخذ ريالا واحدا ما كتب له والله ما يأخذه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولذلك نحن نفعل السبب صح، لكن لا نظن أن أرزاقنا غير مكتوبة. كل الأرزاق كتبها الله سبحانه وتعالى. لاحظوا الله كتب الأرزاق وبارك فيها، أهم شيء أنه يبارك فيها. اسألوا الله البركة في أرزاقكم وفي عيالكم وفي زوجاتكم وفي أزواجكم وفي بيوتكم. ما تظن الكثرة هي الرزق. الكثرة قد تكون تعجبك شكلا، لكن إذا محقت بركتها ما لها قيمة. يمحق الله ايش؟ الربا ويربي الصدقات. احيانا الربا بالملايين يضيع لانه حرام، والصدقة قد تكون ريالات لكن تبارك الله فيها. والله نعرف بعض الناس يقول راتبي 5000 6000 ريال والحمد لله فيه بركة، يسد حاجتي وقايم يعني يغطي حاجاتي، وغيره يقول استلف 30000 لكن والله مديون تروح وانا ماني مديون، وغيره يأتيه مال. لذلك اسأل ربك ان يبارك فيما يعطيك سواء في الولد ولا في المال او في غير ذلك. وبعدين اوحى الله في كل سماء امرها، حدد قوانين كل سماء. طيب خلقت السماوات، خلقت الارض، خلقت الجبال، خلقت المجار، الان يأمرهم الله بالخضوع. الخضوع. ترى بعضنا متكبر، ترى ما ضيع ابليس الغبي هذا الا انه تكبر. اسجد، قال اسجد لمن خلقت طينا، انا مخلوق من النار اسجد لهذا الطين التراب. هذا الكبر ضيعه. انتبه تتكبر على الله. يقولون هارون الرشيد راح يزور الامام مالك بن انس، الامام مالك فقيه المدينة رحمة الله تكلمنا عنه العام الماضي. يقول يوم دخل هارون خليفة المسلمين رجل مهاب وحاكم، والامام مالك يحترم الحاكم لكنه اراد ان يوصل رسالة للناس. المهم انه طلب هارون المالك يجيه في العراق ورفض، فجاءه الى المدينة. فلما جاء الى المدينة قالوا له ان هارون وصل، وانت تقول اذا جاء الينا رحت له. قال العلم يؤتى ولا يأتي. قال العلم يؤتى في المسجد مو في قصره، خلوه يجيني هنا. قصة طويلة الشاهد منها جو عند البيت قال ما استقبله يجي في المسجد. دخل المسجد وهو في حلقة الذكر والعلم. الامام مالك جالس عند الطلاب يحدثهم زي جلوسي هذا الان، ودخل هارون الرشيد وجابوا معه الحاشية والخدم كرسي. جلس الامام هارون على الكرسي الخليفة، فقال الامام مالك حدثنا فلان عن فلان ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من تواضع لله رفعه ومن تكبر عليه وضعه. ففهم هارون وجلس على الارض. قال نعم هذه رسالة واضحة. لذلك اذا تكبرت على الحق شوفوا كيف الله خضع السماوات والارض ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض ايش؟ ائتيا طوعا او كرها، قالتا اتينا طاعين. اخضع يا اخي، اخضع لله. الان سجودك خضوع، ابتهالك بين يدي الله خضوع، دعائك الى الله خضوع. ولذلك يقول يستكبرون عن عبادتي اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ذكر الله عن بعض الناس انه يستكبر عن دعوته، تقول له ادعي ربك قال ما عندي شيء ادعي ربي وش ابغى. يتكبر على الله. ما من مخلوق حاكم او محكوم، ملك او مملوك، غني او فقير، كبير او صغير، الا هو بحاجة الى الله سبحانه وتعالى.